هو ربنا يسوع صعد، هو مش أصلا فوق، صعد زي إيليا مثلا ربنا أخده كده في مركبة نارية. في حاجة الحقيقة إنه صعود المسيح يختلف عن صعود إيليا. ربنا يسوع صعد للسماء بذاته قوته، لأنه هو الإله بلاهوته مالئ السماء والأرض. أما إيليا لما اختطف للسماء أو أخنوخ، فربنا هو اللي أرسل مركبة نارية أخذ فيها إيليا، أو أخنوخ نفسه لم يوجد لأن الله أخذه. فدول بشر، إنسان زينا. أما ربنا يسوع المسيح فهو الإله المتجسد، صعد بذاته للسماء. كل سنة وانتم طيبين. فات 40 يوم من ال50 يوم المقدسة اللي بعد القيامة. في ال40 يوم دول كان ربنا يسوع لكل المجد بيظهر للتلاميذ، بيعلمهم الأمور المختصة بملكوت السماوات. ما كانش على طول معاهم، كان بيظهر لهم ويسيبهم ويظهر لهم ويسيبهم، وكأنه بيوعدهم علشان داخلين على مرحلة الفطام الروحي. يوم ال40 بنحتفل بعيد سيدي عظيم، وهو عيد الصعود، العيد اللي فيه صعد ربنا لكل المجد للسماء جسديا، زي ما بنقول كده في صلاة الصلح في القداس الغروري: وصعد إلى السماوات جسديا. لأنه اللاهوت طبعا مالئ السماء والأرض، مش بيصعد أو بيجي، اللاهوت موجود في كل مكان. وبعد بقى ما صعد، إيه اللي حصل؟ هو صعد للسماء عشان يبتدي يعدهم. خلوا بالكم، أنا مش هفضل قاعد معاكم تشوفوني بالحواس، انتوا كبرتوا بقى عن الحواس دي، والمفروض يبقى فيه إيمان، والإيمان يعلى. طب يا رب هنعلي الإيمان إزاي؟ إحنا لسه عايزين نشوفك بعينينا ونلمسك بإيدينا. يفكرنا كده بالأحداث اللي حصلت في ال40 يوم بعد القيامة. إنه توما قال له: أنا عايز أحط صباعي. قال له: تعالى وحط صباعك، لكن ما تبقاش غير مؤمن، خلي عندك إيمان. فربنا الحقيقة أوصى التلاميذ في ال10 أيام اللي باقيين قبل عيد حلول الروح القدس، وده اللي هنختم بيه فترة ال50 المقدسة، أوصاهم إن هم يعملوا كذا حاجة. في عيد الصعود اتختم بإن هم شاخصين للسماء، وكأنه عايز يخليهم دايما عينيهم على السماء. لو عايز تعيش في الأرض صح، لازم تبقى عارف إنه آخرها الأبدية. لو عينينا نزلت من على السماء مش هنعرف نعيش بالإيمان ولا نعيش فرحانين. تاني حاجة قال لهم: امكثوا، خليكم موجودين في العلية، صلوا وعودوا، اهدوا في ال10 أيام دول لغاية ما تنالوا قوة من الأعالي، وهي حلول الروح القدس. احنا كمان ال10 أيام اللي جايين ما بين عيد الصعود وعيد العنصرة محتاجين إننا ناخد خلوة، نصلي كويس ونقول له: يا رب مهد قلوبنا علشان تعدنا للخدمة. طب حصل ايه تاني؟ الحقيقة انهم كانوا بنفس واحدة يصلوا، وقصد الروح القدس يكتب كده في الإنجيل: مع النساء ومع الإخوة، يعني كل الناس، يعني مقصود بيها صلاة الليتورجية. فاللي ما حضرش قداسات بقى الفترة اللي فاتت كويس، يلحق ال10 أيام دول يحضر يعني ليتورجيات قد ما هو يحب، قداسات، عشيات، تسبحة، صلاة جماعية فيها قوة. آخر حاجة الحقيقة عملوها إنهم كانوا بيعدوا نفسهم. طب هنعمل إيه بقى بعد حلول الروح القدس؟ فابتدى بطرس يقول لهم: تعالوا نبقى 12 زي ما ربنا قال لنا إن إحنا كنا 12. يهوذا مشي، فنعد نفسنا ونصلي ونعمل قرعة، عشان عارفين إنه بعد كده هيذهبوا ويشهدوا عنه في كل حتة. طب إحنا كمان نلنا كل البركات اللي هم نالوها، لأننا أخدنا الخلاص وتعمدنا وعندنا الروح القدس. فإحنا الحقيقة مع بداية صوم الرسل، بدل ما نبقى متضايقين إيه ده صيام، العكس، الكنيسة واخدانا في حتة تانية خالص. دي بداية الخدمة. طب أنا مش خادم، مش لازم تبقى خادم بمعنى الكلمة اللي هو خادم تربية كنسية أو خادم. الخادم هو أي إنسان مسيحي، يعني بعد نفسي للبذل وللتعب. أنا هتعب علشانك يا رب، وانت اللي هتشيل التعب. طب هتعب في ايه؟ ابتدي يفكر خلال ال10 أيام دول: يا رب هو مين اللي محتاج؟ راجل كبير محتاج ازوره، حد من قرايبنا كبار محتاجه اعدي عليهم، في ناس محتاجه حد يطبطب، في ناس محتاجه حد يسمعهم، في ناس محتاجه شغل انا اقدر اوفر لهم شغل. يكفي كل حاجه. انت هتقدر تعمل ايه علشان تشهد عن الهك انك بتعمل الاعمال الحلوه دي لانك ابن ربنا؟ كل عيد صعود وانتوا طيبين. الحقوا ال10 أيام دول ناخد فيهم خلوة ونشوف هنعمل ايه بعديهم مع بداية صيام الرسل. كل سنة وانتم طيبين.